قلت لكم في فيديو الميني بيتزا اني هنزل لكم وصفة صلصة البيتزا لوحدها، وده لان صلصة البيتزا عليها عامل كبير في انكم تطلعوا بيتزا خطيرة، مش مجرد شوية صلصة وتحطوهم على البيتزا وخلاص. لا، وكمان انا هقول لكم على شوية استخدامات تاني ليها مش محصورة بس في البيتزا. تابعوا الوصفة، هقول لكم على طريقتي في عمل صلصة البيتزا اللي هتلاقوها مختلفة تماما عن اي صلصة ممكن تكونوا شفتوها قبل كده، مختلفة طبعا في الخطوات. وقبل ما نبدأ وصفتنا، أنا سارة هلال ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك وسبسكرايب وتابعوني عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا عندي وصفات إن شاء الله هتعجبكم. ويلا بقى ندخل في الوصفة على طول. عندي أول حاجة كمية من الطماطم متقطعة مكعبات، دول 5 طماطمات، وهنا عندي بصلاية متقطعة وفلفل ألوان وحوالي 10 فصوص توم صحيح، الفلفل أحمر بس. عندي كمان تشكيلة من البهارات وهي ملح، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وفلفل اسود، وبهارات ايطالية. وعندي كمان مكونين كمان هقولكم عليهم بعدين. من كل حاجة من دول معلقة صغيرة. عندي معلقة ونص من الكاتشب، ومعلقة ونص من معجون الطماطم، وعندي كمان زيت. عندي بقى في حلة على النار هضيف حوالي معلقتين من الزيت كبار، وهنزل اول حاجة بالبصل والفلفل والثوم وهفضل اقلب فيهم لحد ما يتبلوا. وهنا بقى هتطلع الروايح، وياريتكم شامين الروايح اللي عندي. التوم اللي بيتحط صحيح ده بيساعد انه يطلع زيوت ونكهته بشكل افضل، وانا شخصيا من الناس اللي بحب ريحة التوم وريحة البصل قوي. واحنا شغالين كده هقول لكم على استخداماتي لصلصة البيتزا. انا بدخلها في تتبيلات الفراخ، بتكون حلوة قوي. بدخلها كمان في عصاج اللحمة المفرومة، بدل معلقة الصلصة اللي بنحطها على العصاج دي ممكن تحطي معلقة من الصلصة دي معاها، بتبقى جميلة قوي. كمان تقدروا تستخدموها كصلصة للمكرونة غير الصلصة التقليدية. كمان بستخدمها كديبنج جنب الفراخ واللحمة، بتغمسوا بيها كده، بتكون حلوة قوي جنبهم. بعد لما المكونات دبلت نزلت بكمية الطماطم اللي عندي وهخليها تتشوح معاهم وتدبل. كمان من استخدامات صلصة البيتزا، لو عندكم فراخ مسلوقة وحابين تحطوها تحت الشواية كده تدوها وش وتبقى طعمها مختلف، بتاخدوا معلقة من صلصة البيتزا دي وتزودوا عليها زيت أو زبدة وتدهنوا بيها وش الفراخ وتدهنوا بيها تحت الجلد كده والفراخ من جوه يعني، وتحطوها تحت الشواية. بتاخد لون ونكهة ممتازة ممتازة، هتعجبكم قوي. انا ما حطيتش الطماطم من الاول عشان ما تنزلش ميتها على باقي المكونات وتديهم فرصتهم في التشويح. بعد ما الطماطم اتشوحت ودبلت بالشكل ده، نزلت بحوالي كوباية من المية السخنة، وهغطي بعد كده الحلة واسيب المكونات تستوي كويس قوي. الاول هسيبها على نار متوسطة، ولما المية تقل هخلي النار واطية لحد ما كل المكونات تنزل ميتها وتشربها تاني وتبقى بالشكل ده. كمان من استخدامات صلصة البيتزا، بدخلها في حشوات السمبوسك، تبقى مميزة. بعد كده هاخد كل المكونات دي بقى على الخلاط بعد ما هديت شوية علشان الخلاط ما يبص. انتوا ممكن تضربوهم بالهاند بلندر، انا مرضتش اضربه بيه عشان الحلة بتاعتي ما تتجرحش، فهضربهم في الخلاط على طول. هضربهم في الخلاط ضرب ناعم قوي لحد ما تبقى بالقوام اللي هتشوفوه. هي طبعا لونها فتح علشان البصل المضاف ليها، بس كمان الإضاءة مفتحها بزيادة. بعد ما ضربت كل المكونات دي وهروح لنفس الحلة هضيف فيها معلقتين من الزيت كبار، وهنزل على الزيت بالمكونين اللي ما قلتلكمش عليهم في الأول، وهما معلقة صغيرة من الريحان ومعلقة صغيرة من الزعتر. المكونين دول هيخلولك طعم صلصة البيتزا خطير، يعني لو ما عندكيش لازم توفريهم، وخاصة الزعتر. يعني لو هتستغني عن الريحان ما ينفعش تستغني أبدا عن الزعتر. كمان لما بنحطهم بالطريقة دي على الزيت الأول بينزلوا الزيوت العطرية اللي فيهم وبتبقى نكهتهم أفضل بكتير. بعد ما نزلت بيهم على طول وفي ثواني هنزل باللي ضربته في الخلاط، هتلاقوها بتبكبك كده معاكم على النار. وطوا النار وقلبوها كويس. نزلت بعد كده بمعجون صلصة الطماطم والكاتشب، ودول هما اللي هيغمقوا اللون معانا شوية. بعد كده هنضيف كل التوابل اللي قلتلكم عليها في الأول، هقلب واسيبها على النار تتقل وتبخر أي مية ممكن تكون موجودة فيها علشان تقعد معانا في التلاجة أطول فترة ممكنة. أنا مش هحط سكر لأن الكاتشب والصلصة فيهم سكر، ولا كمان هحط عصير ليمون.
وما تخافوش مش هيحصل لها حاجة، وهتقعد معاكم في التلاجة فترة طويلة طول ما انتوا بتتعاملوا معاها صح. يعني مثلا اننا نحط البرطمان مقلوب في التلاجة، ومع كل استخدام نرجعه مقلوب تاني، حتى لو اللي باقي فيه معلقة واحدة بس. بعد اول استخدام ده ممكن تحطوا شوية زيت على الوش وتقلبوا البرطمان زي ما قلتلكم، بس تأكدوا ان هو مقفول كويس ومش بيسرب. وبرضو اننا بنستخدم معلقة نظيفة، كل ما نيجي ناخد من الصلصة تكون المعلقة نظيفة وما نزلتش في اي اكل قبله خالص. هسيبها تبقبق كده على نار هادية ومش هغطي عليها، علشان التغطية هتخلي ان يبقى فيه البخار هيتكثف على الغطا ويرجع ينزل في الحلة تاني، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين اي مية فيها تطلع. وعندي هنا برطمان مغسول وعقمته باني حطيته في الفرن البوتاجاز بعد ما سخنت الفرن ده لمدة ربع ساعة وطفيت النار. حطيت البرطمان فيه على الشبكة بالمقلوب عشان يكون وشه لتحت، عشان يصفي اي مية ممكن تكون موجودة جواه وياخد كل الحرارة جواه. وبرضه حط الغطا بتاعه معاه 10 دقايق وبيكون تمام جدا، خد حرارة من الفرن وتعقم وبقى كويس جدا. طلعته من الفرن وهنزل فيه بقى بالصلصة اللي اتجنن دي. تستنوش لما يبرد، انزلوا فيه بالصلصة على طول. لو خايفين ان البرطمان يفرقع او حاجة مش ضامنينه يعني، ممكن تسيبوا الصلصة هي اللي تبرد شوية قبل ما تحطوها في البرطمان. بعد ما عبيت الصلصة كلها بخبط كده على البرطمان زي ما انتوا شايفين، علشان الصلصة كلها تتجمع تحت، واقلل الفراغات والهواء اللي ممكن يكون دخل ما بين طبقات الصلصة، لان كل ما كان الهواء ده كتير كل ما قلل من صلاحية الصلصة معاكي. وده سبب تاني داعي ان احنا نتقل الصلصة بتاعتنا عشان تقعد معانا اطول فترة ممكنة. قوام الصلصة حلو قوي وريحتها تجنن، والزعتر اضافة مميزة جدا، اوعوا ما تحطوهوش. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ومكونات الوصفة دي هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.